مساء الخير. لما تكون في مكان زي معبد الأقصر اللي احنا فيه دلوقتي ده، بيشغل بالك حاجة. الناس اللي عملت الشغل الجامد قوي ده اللي أنا ماشي حواليه، الموضوع ما كانش مجرد بس مبنى شكله حلو أو حاجة معمولة بنسب مظبوطة أو حاجة بتعبر عن جمال، لكن كل تفصيلة هنا كانت رابطة الناس بحاجة أبعد بكتير من فكرة الجمال اللي على الأرض. هو مش فارق مع الأرض، لأن هو إنسان أكل وشرب وانبسط وارتاح وزرع وبنى، يعني عمل كل اللي نفسه فيه، فشغل نفسه في اللي هيحصل بعد كده. طب بعد ما أكلت وشربت وعملت إيه اللي هيحصل لي بعد كده؟ فهو بدأ يدور على العناصر اللي فيها فكرة الأبدية أكتر، فبدأ يتعرف على النجوم، وبدأ كمان النجوم اللي اتعرف عليها بدأ يديها شوية أسماء، لأنه النجوم لما اديها أسماء هعرف أفرقها عن بعض، وهبدأ أعرف أديها دورة زمن. فهي مش مجرد نجوم شكلها حلو في السماء، لكن النجوم دي بقدر أعرفها وبقدر أحسبها وبقدر أعرف إنها بتيجي إمتى. طب بعد كده بدأ يشغل نفسه بحاجة كانت عميقة جدا لما عرفتها عنهم، إن هم بدأوا يسألوا سؤال معين: هل في علاقة ما بين النجوم دي وما بين ظواهر طبيعية؟ على سبيل المثال، هل في علاقة بين النجوم وبين الفيضان لما بيجي؟ يعني ارتباط الفيضان بنجم السيرس أو نجم الشعر اليماني، هل هو ارتباط مجرد تزامن، ولا في تأثير من النجم ده على حركة النجوم، على حركة الرياح، حركة السحاب، حركة الحاجات اللي بتوصل في الآخر إنه ينزل مطره؟ هو شاغل نفسه بده.